الحسم من البدايات ومن التشكيل الأساسي بطبيعة الحال. ننتظر البداية المميزة. المنير داخل المنطقة ويغيرها مدافع فريق أوهام ياجي وتتحول لركنية. انتظرها مراد الهذلي ولكنها تحولت ركنية في السريع. منير يا عيني الأوفر على القائم الثاني. يلا الكرة يلا الكرة يلا الكرة يلا الكرة. بدري 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 ماذا حدث لست أدري. بدري 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 ماذا حدث لست أدري. بداية من نار لا جس نبض ولا انتظار. بداية من نار لا جس نبض ولا انتظار. هذه على الطاير هوب الطاير هوب تسية شباك وتغير هي لوحة الأهداف. بداية مميزة في يوم مميز هنا على أرضية ملعب طرابلس الدولي. بدري 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 ماذا حدث لست أدري ولا حد يدري إلا طيفور. طيفور يا طيفور الدقيقة الثالثة. طيفور يعلن عن أول أهداف الأهلاوية. هدف مميز هدف رائع والبداية مميزة جدا. الكرة من فوق حائط الصد ارتطمت في القائمة. هذه كرة أهلاوية بالكعب واحدة ما زالت داخل المنطقة. هذه بنالتي هذه ما فيهاش. هذه صافرة الحكم الانغولي اوسينكا يعلن عن ركلة جزاء لفريق الاهلي وبطاقة صفراء في وجه حارس مرمى احمد سليمان اللي اعترض هذه الكرة وركلة الجزاء لمصلحة احمد التبي. اذا قلب الدفاع ياخذ دور المهاجمين ويكسب ركلة جزاء لفريقه. بنالتي اهلاوي بنالتي لاصحاب الارض ولهذا الفريق اللي يمثل بلادنا في الكونفدرالية الافريقية. الهدف الثاني يقترب ليكتمل العرس الكروي هنا في طرابلس العاصمة هنا على أرضية ملعب طرابلس الدولي. ركلة جزاء واضحة والتدخل كان واضح والتربي من مكان غير منظور وصل للكرة. هذه المرة الهداف كراوع على الكرة. فرصة الهدف الثاني فرصة الفرحة الثانية للجماهير الأهلاوية. الرواية والحكاية في زاوية ضيقة عنوانها كراوع ومرمى أوهام ياجي الجباري. كراوع يتقدم ويحط الثاني يتقدم ويحط الثاني. تتغير لوحة الأهداف مجددا ويتقدم ساحب الأرض فريق الأهلي بالهدف الثاني. كراوع هذا المهاجم القناص أعلن عن ثاني الأهداف. يعرف طريق الشباك وما بالك والكرة على نقطة الجزاء. ما بالك والكرة بنالتي. ما بالك وما بينه وبين المرمى سوى أمتار قليلة. كراوع يعلن عن الفرحة الثانية يعلن عن الابتسامة الثانية ويعلن عن الفرحة الأهلاوية. عزيزي جمال بن نور بحث عن الفرحة. قل تمنيت أن أفرح. هذه الفرحة